ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. يلا نعمل مع بعض صدور الفراخ بالمشروم والسبانخ بطريقة سهلة ولذيذة جدا وهتعجبك قوي. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وما تنسيش تعملي اشتراك في قناتي الجديدة على يوتيوب. ويلا نبدأ. اولا محتاجين نص كيلو فراخ بانيه. طبعا هنغسلها الاول، وبعد كده امسكي كل قطعة كده واقطعيها نصين بالطول او بالعرض زي ما يعجبك. مسكنا كده ادي الخرطة بتاعت البانيه، هتقطعيها نصين. قطعت الأول النص كيلو كله الأول، وبعد كده أخدته في بولة وبدأت أتبله. للتتبيلة بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، كل حاجة نص معلقة صغيرة. هنحط التوابل على الفراخ ونقلبها كويس ونضيف لهم معلقة كبيرة صويا صوص ومعلقة كبيرة خل أبيض. وقلبي بقى كده كويس لحد التتبيلة ما توصل لكل الفراخ. بعد كده آخر إضافة معلقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي اللي تحبيه. قلبي بقى وغطي الفراخ ودخليها التلاجة مش أقل من ساعتين. بعد الساعتين في طاسة على النار فيها زيت وزبدة هنبدأ نحمر الفراخ في كل جنب كده، على كل جنب دقيقتين تلاتة، لأنها طبعا لسه هتدخل الفرن، هتكمل السوا يعني في الفرن. فتقليبة كده ايه هتاخد لون حلو كده زي ما انتي شايفة. بعد كده عملت الكمية كلها الأول، ومكان الفراخ هنبدأ بصلة وسط مفرومة ناعم، وهنحطها بقى مكان الفراخ. هندبلها بس كده مش هنحمرها قوي. وتلات فصاص توم مفرومين. حطيت البصل اهو دقيقتين بالظبط وتحطي التوم، ودقيقتين كمان وتبدأي تحطي باقي الإضافات. المشروم اللي هنستخدمه 200 جرام متقطع شرايح، طبعا متفرزن أو فريش مفيش مشكلة. قلبيه في البصل شوية لحد ما يدبل. بعد كده هنضيف 200 جرام سبانخ أنا مطلعها من الفريزر. بعد السبانخ هنضيف بقى الكريمة بتاعتنا، كوباية كريمة وكوباية لبن، ولو تحبي تحطي الاتنين لبن ضيفي بقى معلقة قشطة. معلقة صويا صوص حطيتها، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة ملح. كده الصوص بتاعنا بقى كامل. هنسيبه بقى على النار لحد ما يغلي. بعد ما يغلي كده غطيه وسيبيه بقى على نار هادية خالص مش أقل من ربع ساعة. بعد الربع ساعة هنزله هيبقى بالشكل ده. هجيب بقى الصينية اللي هنحط فيها الأكلة بتاعتنا النهاردة أو وصفتنا النهاردة. حطيت فيها نص الصوص الأول وتظبطيه كده بالسباتولا. بعد كده تحطي الفراخ بتاعتك بقى ترصيها كلها كده، وبعدين هتنزلي عليها باقي الصوص النص التاني، والوش بقى هتحطي عليه أي نوع جبنة تحبيه. كده حطيت بقى الصوص أهو النص التاني. وبعد كده بقى أنا بحب أستخدم الجبنة الميكس اللي هي موتزاريلا على تشيدر. مسخنة بقى الفرن دلوقتي على درجة حرارة 200. هنحطها على الرف، أقرب رف للصاج. انا بحط بقى اهو الجبنه الشيدر والموتزاريلا، ولو تحبي تغيري نوع الجبنه ده براحتك. زي ما بقولك بقى دخلتها على الصاج القريب، على الرف القريب من الصاج خالص ربع ساعه. وبعد كده لما الجبنه بقى ساحت شغلت الشوايه 5 دقايق بالظبط، طلعت بقى بالشكل الجميل ده. انا قدمت معاه مكرونه، ومكرونه ساده خالص ما عملتش ليها اي صوص، لان طبعا الفراخ فيها صوص لذيذ اهو نزل بقى على المكرونه كده وطعمها بقى طعمها حلو جدا. لو تحبي بقى تقدميها مع أي رز أو المكرونة زي ما عملتها كده، أو مكرونة بالصلصة عادي براحتك بقى. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.